وإلى الجينا وحد الجينا وإلى الجينا وحد الجينا والمال العبد نهبينا وهي كلمة واحدة وهذه دولة فاسدة وهي كلمة واحدة وهي كلمة واحدة وهذه الدولة فاسدة. اليوم وقفة احتجاجية أمام المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش من تنظيم التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد بمراكش المشكلة من هيئات سياسية ونقابية وحقوقية ومدنية. هذه الوقفة هي من أجل المطالبة بتسريع الأبحاث القضائية في مشروع المحطة الطرقية. هذا المشروع الذي خصصت له ميزانية تقدر ب 12 مليار وانتهت فيه الأشغال لمدة طويلة، ولحدود اليوم أبواب هذه المحطة لا تزال مقفلة والمهنيون يرفضون الانتقال إلى هذه المحطة لأن هذا المشروع تم إنجازه دون تشاورهم أو استشارتهم ودون إشراكهم وفقا للمقاربة التشاركية، فضلا عن شبهات فساد تحوم حول هذا المشروع وتبديد أموال عمومية واستغلال هذا المشروع من طرف بعض المنتخبين والمسؤولين لخدمة مصالحهم الخاصة، مع العلم أن هذا المشروع ديال المحطة الطرقية أدرج ضمن برنامج مراكش الحاضرة المتجددة الذي خصت له ميزانية تقدر ب 600 مليار و300 مليون سنتيم. اليوم نجدد مطالبنا كحقوقيين من أجل ماذا؟ من أجل توسيع دائرة الأبحاث في برنامج مراكش الحاضرة المتجددة وأيضا مشروع المحطة الطرقية الجديدة ومحاسبة المتورطين في شبهات فساد وهدر وتبديد أموال عمومية. لا يعقل أن البعض استغل هذا المشروع لخدمة مصالحه الخاصة، ذلك أنه من بين الاختلالات التي اعترفت المشروع أن مراكشيون الرأي العام تفاجأ كيف أن عقار كان مخصص لاحتضان موقف سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة فإذا به يتم تحويله إلى مشروع استثماري خاص خدمة لمصالح البعض. ولذلك اليوم نطالب بتسريع الأبحاث القضائية في هذه القضية ومحاسبة المتورطين، إذ لا يعقل أن هذا البحث استغرق سنوات دون أن تظهر نتائجه لحدود اليوم. إذا نحن نعتبر أن من معيقات التنمية في هذه المدينة هي استمرار الفساد ونهب المال العام والرشوة واستغلال بعض المنتخبين وبعض المسؤولين لمواقع المسؤولية لخدمة مصالحهم ضدا على المصالح العليا لساكنة المدينة. طبعا هذه الوقفة هي جات بناء على مجموعة من التراكمات اللي عرفتها هذه المحطة من اختلالات مالية ومن اختلالات مهنية وأيضا من اختلالات معمارية وكذلك من ناحية استراتيجية. من هذه المسائل كلها أنها دفعت إلى هذه الوقفة. لماذا؟ أولا أن الاعتماد اللي تصرف هنايا هو اعتماد لم تتم مراقبته ولا تتم محاسبته المسؤولين عليه، وبذلك قمنا بتقديم شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة السير في مراكش فندنا فيه اختلالات في هذه المحطة. أولا من حيث إسناد الصفقات، ثانيا من حيث اختلالات في المحاضر، ثالثا من حيث قانونية الأرض التي وضعت لها المحطة، لأن هذه الأرض هذه هي أرض فلاحية وبالتالي يمنع منعا كليا أن تكون محطة محل بناء أو تشييد، أن وقع تزوير في المحاضر حتى تكون هذه المحطة فوق أرض سليمة، وهذا ما طلبنا بالتحقيق فيه ومن أجل كشف من وراء هذه. أيضا أن هناك استغلال المحطة، يعني أن كاين هناك أراضي كانت مخصصة للمحطة لأصحاب الطاكسيات وغير ذلك، فإذا به تم التحايل ذيك المحطة ديال الطاكسيات وذيك الأرض وتم تخصيصها لفنادق، الشيء اللي جعل أن المحطة تمت تآمر عليها من أجل إنشاء مشاريع اقتصادية لصالح أهلها، لأنه صاحب المشاريع كلهم لهم يد في هذه المحطة. أولا احنا جينا من مدينة الدار البيضاء مساندة للإخوان ديالنا في مراكش. الإخوان كيسجلوا الرفض ديالهم التام للالتحاق بالمحطة ديال العزوزية، عندهم مبررات ديالهم، عندهم ملف قانوني ديالهم اللي كيرفضوا الالتحاق
انا لست ملم بحيثيات هذا، ولكن اللي كيبان على ان المحطه غير مناسبه لالتحاق الحافلات وسيرتو اللحظه، حكم انسياب الطريق، حكم البعد، حكم انهم مقيدين بواحد المواقيت على مستوى بطاقه الاذن. هناك يعني عده نقاط تقنيه اللي غتقدر تاثر على الالتحاق ديالهم بالمحطه الطرقيه. المحطه نقطه سوداء، محطه لا تشرف حتى من خلال الهندسه ديالها ولا من خلال التقييم ديالها للداخل، فهي محطه لا تشرف. اذا كتقول لي لا كوب دي موند كنقول لك محطه الدكاله افضل بكثير من هذه. ان محطه الدكاله اليوم عرفت واحد النظام، واحد التسيير اللي هو جد ايجابي. دونك هاد الكسر العظام اللي مخدماه مجلس المدينه ديال مراكش مع المهنيين، فهي اليوم كتقصد انها تقصي المقاوله الصغيره والمتوسطه اللي دائما المناشدات عليها بانها باش انها تقوى وتزيد للامام. ولكن هاد السياسه وهذا التخطيط ديال هذه المحطه في هذا المكان هذا، احنا كنقولوا مدينه جديده هنا، اما مراكش راه خليناها ب 12 كيلومتر. دونك يجب المراعاه. اول شيء هو الساكنه ديال مراكش اللي انتخبوا عليكم، وهذا ميساج موجه لفاطمه الزهراء ومن معها. على الاقل راعيوا الطبقه الكادحه ديال مراكش اللي هي كتستافد من هذه الحافلات هادو اللي وسط المدينه. المواطن اللي بغى يجي عندي انا من وسط مراكش لهنا راه الثمن ديال التذكره باش يمشي من هنا للدار البيضاء. ولهذا هذا مشروع فاشل. محطه ماشي الفايده في العلو، فايده في هذا. خص محطه تكون محطه نموذجيه، ومحطه اللي تحافظ على الكرامه ديال المسافر وتحافظ على الكرامه كذلك حتى ديال شغيله القطاع ولا مستثمري القطاع. للاسف الشديد المشكل ديالنا في المغرب دائما عندنا مشكل ديال المنتخب. هنا كيجيو منتخبين كيضرب معك 5 سنين، يدوز الصفقات، يدوز هذا ويزيد في حالته ويخلي المدينه ويخليها مشابكه. دونك هاد المحطه في هاد البلاصه بالضبط ما هي الا ضرب للمقاوله الصغيره والمتوسطه، وكذلك مس القدره الشرائيه ديال المواطن. وكنعرفوا الساكنه ديال مراكش والحاجيات ديالهم كذلك. هذا جانب. الجانب الآخر هو أنه من ناحية استراتيجية الآن أن الدولة تحاول أن تعمل على تقريب المؤسسة من المواطن، خاصة المؤسسات ذات بعد استراتيجي، النقل، المستشفى، المدرسة إلى غير ذلك. والنقل من القطاعات الاستراتيجية والاجتماعية إن فيها كل شيء. فالمرأة الأرملة اللي بغات تمشي لمراكش، بغات تمشي للدار البيضاء، خاصها تقطع جوج. يعني الطاكسي اللي بغى يجيبها حتى لهنا القيمة غتكون أضعاف من القيمة اللي بغات تاخذ الكار من هنا حتى للدار البيضاء. وهاد الناس ما راعوش لهاد القضية هذه، في حين أن كان ممكن لا بغاو يبدلوا المحطة وبغا يبيعوا هذيك الأرض، ولا بغا يدوزها شي حد وراهم فعلا مدوزينها بالسكوات لشي حد باش يدير فوقها عمارات وكذا وكذا وكذا. هذيك المحطة كانت أنها ما خاصها والو، خاصها حتى حاجة، لأن خاصها العقل وخاصها تدبير وخاصها حسن النية. ولا بغا يديروا محطة من غير هذيك، وهذيك الأرض بغاو يستولوا عليها، عطى الله الأراضي داخل مراكش، عطى الله المناطق قريبة من الساكنة. هذوك المحطات ديال إفريقيا وداك الشيء اللي عاطينهم القطارات ويديروا المحطات تما. علاش دوك المحطات ولا دوك الفضاءات ديال البومبات وداك الشيء، هذه افريقيا، هذه بترونيوم، هذه كذا وكذا وكذا وكذا، اعطيهم هكتارات واعطيوها واحد من هذوك لهذيك المحطه عند خرج الدار البيضاء ولا خرج مراكش، قريبه السكان وقريبه هذيك المحطه. انما الناس عندهم غرض في الاثراء غير المشروع، واستغلوا غياب محاسبه ورد مسؤوليه محاسبه والافلات من العقاب. موجز 24 نأتيكم بالخبر وبالصوت والصورة نكشف خباياه.